السلام عليكم حبايبي، طمنوني عنكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم رح نعمل مع بعض أكلة مظلومة بالنسبة لإلي بإذن الله، اللي هي بازيلا ورز. بس قبل ما نبدأ حبايبي خلينا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، فضلا وليس أمرا. ما اشترك في القناة ينزل على السريع يشترك في القناة، يفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل شي جديد مني. واللي ما حط لي اللايك كمان على السريع ينزل يحط لي اللايك. وهي حبايب قلبي من اول فيديو عمال بذكركم ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم كل شي جديد مني. يلا خلينا نبلش. انا حطيت تقريبا ربع كوب زيت نباتي ونزلت فوقهم 400 جرام لحمة. قليت اللحمة تقلي كاملة وحطيت لها تقريبا معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سبع بهارات. وبعد ما قليت اللحمة تقلي كاملة نزلت فوقها 500 جرام بازيلا خضرة وقليتها شوي مع اللحمة. وبعدين نزلت فوقها تقريبا 200 جرام جزر ناعم. شلون بتحبوا الجزر تفرموه؟ فيكن تفرموه، بتحبوا تفرموه مكعبات، اقمار، دوائر، اللي انتو بتفضلوا. وبعد ما حطيتهم ينطبخوا تماما، انا بدي البازيلا يصير لونه اشقر والجزر يستوي. هون عندي 4 بطاطات انا مقشرتهم، رح افرمهم كمان مكعبات. كمان شلون بتحبوا تفرموهم افرموهم، بتحبوا مكعبات صغار كبار اللي انتو بتفضلوا. انا ما قلت لكم عندي الجزر ناعم يعني انا فرمته ناعم، لا، انا عندي هذا الجزر اسمه بيبي الجزر، فهمانين علي؟ يعني هي كلها الجزرة بيكون طولها عقدتين من الإصبع. ولبين ما تستوي البازيلا والجزر رح نطبخ مع بعض كمان الرز. أنا عندي هون تقريبا 750 جرام رز، صار لي نقعته تقريبا ساعتين وخيسلته 3 وجاه. هلا رح اقليه بالزيت. حطيت انا تقريبا ربع كوب او تلت كوب زيت نباتي. وهلا بقلي الرز تقريبا 5 دقايق بالزيت وبضل عمال بحركه. هلا ليش احنا بنقلي الرز بالزيت؟ بنقليه مشان اللهم صلي على النبي تطلع حبة الرز مثل اللوز، فهمانين علي؟ وبعد ما اقليه بنزل فوق المي تقديريا تقريبا العقدة اصبع فوق الرز، وبظبط له ملحه. كلياتنا بنعرف الملح حسب الرغبة، وبغطيه لحتى يستوي. وهون هلا طلعت على البازيلا والجزر، حطيت لهم مي، كانت ميتهم نشفة. انا زدتهم مي سخنة، ما بحط لهم مي باردة ابدا. وبرجع بغطيهم وبعيفهم لحتى يستووا تماما. وهلا بعد ما عدى عليهم تقريبا نص ساعة فشقروا عندي. نزلت فوقهم مثل ما بتعرفوا انا فرمت 4 بطاطات، نزلتهم فوق الجزر والبازيلا. وهلا بحركن وبعيف البطاطا لحتى تستوي تقريبا 80%. وبعد ما حركتهم بغطيهم. وهون عندي البطاطا كانت استوت، اللهم صلي على النبي. وعندي نص كيلو من عصير البندورة، عصير الطماطم. بتحبوا تحطوا مي فرنجي كمان ما بيأثر. هلا بفضي البندورة فوقها وبزيد عليها مي. بتحبوا تحطوا مي باردة، بتحبوا تحطوا مي سخنة ما بيأثر، لأنه أنا عندي الخضرة كلها استوت. وبعد ما أحركها هلا بكتشف إنه كمان بدها دبس بندورة أو معجون الطماطم أو مي فرنجي، فبحط لها معلقتين دبس فرنجي او معجون الطماطم. مثل ما يعني كل بلد بتقول له شيء، نحن بحلب بنقول له مي فرنجي او دبس بندوره. هلا مثل ما قلت لكم حطيت لها معلقتين معجون الطماطم. وهلا بعيفها مع بعضها تغلي شغله ربع ساعه لنص ساعه، وبطفي النار تحتها وبيكون استويت. هلا انا ليش رح اعيفها تغلي مع بعضها كلها؟ هم البندوره بتتعقد وهم البطاطا بتستوي والجزر والبازيلا كلها بتستوي 100%. وهون استوت الحمد لله وصارت جاهزة. والرز عندي اياه كمان استوى، وانا ما زدت عليهن ابدا لا مي ولا مي فرنجي. ان كان الرز ما زدت عليه مي، البازيلا كمان ما زدت عليها ابدا مي فرنجي، يعني بس هيك صارت جاهزة. وهيك حبايبي صار غدانا جاهز. وهلأ منطلع في عندي معلقة من امبارح عملناه، وفي عنا سلطة. كتر خير الله، خير الله كتير.
ولهون حبايبي بكون وصلت لنهاية هذا الفيديو ولنهاية يوم من حياتي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوا وصفاتي وتكتبوا لي بالتعليقات إذا عم تعجبكم أو لا. شيروا الفيديو حبايبي لرفقاتكم لقرايبينكم لأكبر عدد ممكن. الله يجبر بخاطركم وصلوني. حابة أرحب بالمتابعين اللي انضموا جديد لقناتي، أهلا وسهلا فيهم وأهلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة. واللي ما حط لي اللايك ينزل على السريع يحط لي اللايك. ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد.